لو حاولت قبل كده تمشي على دايت او تعمل نظام غذائي عشان تنزل وزنك، فغالبا حصلت لك حاجة غريبة جدا. بتبدأ برنامج دايت وتلتزم بيه لمدة اسبوع او 10 ايام مثلا، فبتلاحظ ان الدايت فعلا اشتغل. تيجي تلبس الهدوم تلاقي فعلا ما وسعت عليك والمقاسات بتكبر، فتفرح وتتفائل وتقول ايه ده، فعلا الدايت اشتغل وانا فعلا بخس. وبكل تفاؤل بتروح على الميزان عشان تعرف خسيت قد ايه، وهنا بتيجي الصدمة، الميزان ثابت او خس شوية صغيرين من ساعة ما بدأت. وهنا بتبتدي تسأل نفسك، هو ايه اللي بيحصل؟ ازاي وزني ما قلش كتير او ثابت مع ان باين عليا ان انا خسيت؟ ده حتى الهدوم بقت اوسع. وهل الدايت شغال ولا لأ؟ ولا في مشكلة ولا في ايه؟ انا دكتور عبد المجيد، اخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الظاهرة دي واشرح لك بتحصل ليه وتعمل ايه لما تحصل لك وانت بتعمل دايت. يلا بينا. هو ايه اللي بيحصل لما نعمل دايت؟ اللي بيحصل اننا بنغير نظامنا الغذائي الغير صحي اللي جسمنا اتعود عليه فترات طويلة. اتعودنا مثلا ان احنا ناكل نشويات كتير وسكريات كتير ودهون غير صحية زيادة عن حاجة جسمنا، وجسمنا اتأقلم على كده. السعرات الزيادة عن احتياجنا مع الوقت بتتخزن في خلايا جسمنا في صورة دهون، والخلايا ديت بتبدأ تكبر وتزود حجم جسمنا زي اي بالونة بتتنفخ. حلو، قررنا خلاص انه لازم نغير من وضعنا ونعمل نظام غذائي يحول جسمنا لجسم صحي اكتر. فقررنا اننا نغير النظام الاكل اللي جسمنا اتعود عليه، نشويات اقل، سكريات اقل، سعرات حرارية اقل من احتياج جسمنا اليومي عشان نحرق الدهون اللي جسمنا مخزنها، ونبدأ نمارس رياضة عشان نحرق اكتر. وبدأنا. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اننا لما نبدأ دايت جسمنا بيبدأ يحرق من مخزون الدهون اللي متحوش في جسمنا عشان يعوض نقص الطاقة اللي حصل لما بدأنا ننظم اكلنا. وهنا خليني اقولك على معلومة مهمة جدا بخصوص الدهون. فاكرين زمان لما كان بيتقال لنا فزورة، مين اتقل، كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟ كلنا طبعا عارفين الإجابة، الاتنين زي بعض، منطقي جدا. بس كنا بنحس بدهشة للحظة كده، لأن احنا بنبقى متخيلين إن الحديد أتقل من القطن. ولما كبرنا فهمنا إن إحساسنا كان صح، الحديد فعلا أتقل لأن كثافته أعلى، فبالتالي كيلو الحديد حجمه أصغر بكتير من كيلو القطن. وده بالظبط اللي بيحصل مع الدهون. الدهون زي القطن، كثافتها قليلة، فبالتالي الكيلو منها حجمه كبير، فلما بينقص تأثيره بيظهر على حجم جسمنا ومقاساتنا. حاجة تانية ممكن تأثر في الموضوع ده وهي المية. لما بناكل نشويات أو سكريات كتير جسمنا بيخزن مية كتير جوه الخلايا، والمية كثافتها قليلة زي الدهون. ازازة زي ديت وزنها كيلو ونص، شايفين حجمها قد ايه؟ اي وزن قليل من المية بيعمل حجم كبير. فلما نبدأ دايت جسمنا بيبدأ يتخلص من المية ديت اللي اصلا واخدة حجم كبير، فبالتالي جسمنا بيتغير في المقاسات كويس وحجمه بيقل، مع ان الميزان ما بينقصش كتير او ممكن يفضل ثابت. طيب يا دكتور ماشي، فهمنا خلاص ان حجم المية والدهون كتير، مش المفروض لما نخسهم يخسوا وزن ايا كان حجمهم ايه؟ سؤال ذكي ومهم. الحل اللي اتكلمنا عليها قبل كده ان الميزان ينقص شوية صغيرين، ده تفسيره ان الدهون والمية حجمهم كبير ووزنهم قليل، فبالتالي اي كمية مية او دهون ينزلوا ومهما كانوا قليلين هيسمعوا بشكل ملحوظ في الحجم. لكن الحالة التانية لو الميزان ثابت يبقى في حاجة تانية بتحصل. لما بنعمل دايت احيان كتير بيبقى الدايت ده مصحوب برياضة، بنروح الجيم مثلا او بنمارس تمارين او حتى بنمارس رياضة بسيطة زي المشي. ومع دايت غني جدا بالبروتين ممكن كتلتنا العضلية تزيد في نفس الوقت اللي كتلة الدهون بتقل. المفارقة اللطيفة بقى ان العضلات عكس الدهون،
هي الحديد اللي في الفزورة، كثافتها عالية، فأي زيادة بسيطة في حجمها بتزود الوزن كتير، وبالتالي لو خسرنا كيلو دهون وكسبنا كيلو عضلات الوزن هيفضل ثابت بس حجمه هيقل، وده اللي بيحصل بشكل مبسط في الحالة دي. طيب عرفنا ده بيحصل ليه، طب نعمل ايه بقى عشان الميزان يبدأ يتحرك تاني؟ ما تخافش وما تقلقش، استمر في برنامج الدايت، كده كده الميزان هيتحرك لان في دهون كتير لسه هتتحرق. ومهم جدا اننا نشرب ميه كتير، لان الجسم في اول الدايت بيبدأ يخسر ميه كتير، ولما ما يلاقيش ميه تعوض الميه اللي خسرها دي بيبدأ يحتفظ بالميه اللي مخزنها، فده بيخلي نزول الوزن أبطأ. في بداية الدايت ما تركزش دايما على الميزان، كون ان حجم جسمك بيقل ده معناه ان الدايت شغال كويس وان جسمك بيفقد دهون، وده معناه انه بيتجه للجسم الصحي اكتر. احنا كدكاترة تغذية بنعتمد دايما على تحليل الانبادي، وده بيبين مكونات الجسم ونسبها سواء دهون املاح عضلات مية، وبنعرف النظام الغذائي ماشي كويس ولا لأ، واذا كان محتاج تعديل. وزي ما بنقول دايما الهدف مش ان احنا ننزل وزن وخلاص، الهدف ان جسمك يتحول لجسم صحي وسليم. لو الفيديو عجبك عرفنا بلايك، ولو تعرف حد ممكن يستفيد من المعلومات اللي في الفيديو شاركها معاه، ولو عاوزيننا نتكلم عن حاجات تانية خاصة بالدايت قولولنا في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلي بالك وعيشها بصحة. سلام.